لو انت عامل تكميم من سنة وبدأ وزنك يثبت، لو انت عامل تكميم من سنتين ووزنك بدأ يزيد تاني، فكر لسه تعمل تكميم. لو عندك سكر النوع التاني وسكرك عالي ومش عارف تظبط من الانسولين، نوع من الحلويات او عاطفي. لو بتعمل دايت بقالك فترة طويلة وثبت على الميزان، او عملت دايتات كتير قبل كده وموصلتش لنتيجة. لو عندك اي حاجة من اللي انا قلتهم يبقى ده السيماجلوتايد. السيماجلوتايد هو نوع من البيبتايد مشابه لهرمون بيتفرز عندنا اوريدي عشان يقلل الشهية وعشان يخلي الاكل يقعد في المعدة فترة طويلة. فهو شبيه كأنك عملت عملية تجميل من غير ما تدخل عمليات. مش بس كده، ده هيزود لك حساسية الانسولين، هيخلي الانسولين بتاعك يشتغل احسن، فسكرك هيتظبط، مقاومة الانسولين هتتحسن، الحرق كمان هيتحسن، النهم للحلويات هيقل، والجوع العاطفي كمان هيقل. هتقدر تلتزم على الدايت بتاعك وهترجع تنزل تاني على الميزان ومقاساتك هتفرق. كمان لو عملنا معاها تفتيت للدهون موضعيا هيبقى بخس وبنحت في نفس الوقت. لو عايزين تسألوا على اي تفاصيل انزلوا تحت وابعتوا لنا واتس. بس خلي بالك، عشان نبدأ البروتوكول ده لازم هنظبط تحاليلنا الأول ونتأكد إن احنا ما عندناش أي موانع لاستخدام السيماجلوتايد. فلازم تتابع مع طبيب تغذية علاجية أو طبيب غدة صماء عشان تبدأ البروتوكول بتاعك. انزلوا تحت اسألوا على التفاصيل، وما تنسوش إن دايما صحتكم بأمان مع دكتورة عزة شعبان.